إن أحسنت الصلة بالله أحسن الله وقوفك بين يدي أي أحد من خلقه. أنا أذكر أنني طلبت بإلقاء كلمة أمام الملك عبد الله، هذا إحدى الأسباب. ثم قبل الكلمة بيوم أو يومين قابلت رجلا أسمر البشرة ضعيف أبو عيال، فقلت له اسمه عثمان: يا عم عثمان، مر علي يوم كذا وكذا، يوم الكلمة. فمر علي عند البيت، هو لا يدري ما الموضوع، فأعطيته صدقات يعني حتى شعرت أنني أغنيته. ثم خرجت إلى القصر الملكي في طيبة، في قصر طيبة في الجبل، ووفقت كثيرا في الكلمة. هو لما أنا أحسنت الوقوف أمام عبد ضعيف من عباد الله أحسن الله وقوفي أمام عبد قوي من عباد الله. الإنسان يجب أن يعلم أن الأمور لا تدبر في الأرض، تدبر في الملكوت الأعلى. فأنت إذا عرفت الباب أنه من الملكوت الأعلى، أنت وطريقتك في الوصول إلى الباب الأعلى. صعب الإنسان يتحدث عن نيته، عن صدقته، لكن أنا أقولها كفائدة: من أحسن الوقوف أمام الضعفاء من الخلق يحسن الله عز وجل وقوفه أمام الأقوياء من الخلق.